النهارده هنتعرف على تأشيرة أسبانيا اللي بتعتبر من أسهل التأشيرات الشنجن واللي تقدر تقدم عليها بنفسك وتجهز الملف بتاعها في خطوات بسيطة. تأشيرة أسبانيا تقدر تقدم بيها لجوء وتدور بيها على شغل وتكمل بيها دراستك عادي، يعني بتديك حق الإقامة في قلب البلد هناك بشرط تختار الطريقة المناسبة ليك. برضو تأشيرة أسبانيا الرد بتاعها بيكون عندك خلال 15 يوم، يعني أسبوعين وتكون التأشيرة معاك، والملف بتاع الأوراق سهل وتقدر تعمله بنفسك. تمن التأشيرة دي برضو يا جماعة 80 يورو، ما فيهاش مقابلة. كل اللي بتعتمد عليه التأشيرة الأوراق المطلوبة بتجهزها وبتقدمها في مكتب التأشيرات اللي هو VFS Global أو TLS Contact، وهو بدوره بيبعت الورق ده للسفارة وتستنى الرد. مدة التأشيرة دي يا جماعة بتكون 90 يوم من لحظة دخولك أسبانيا. بس طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل يا جماعة التأشيرة ديت، لو انت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نتعرف يا جماعة على تفاصيل التأشيرة بتاع أسبانيا أو تأشيرة شنجن أسبانيا، وليه هي تعتبر أسهل طريقة تقدر تقدم عليها، والخطوات طبعا الصحيحة اللي انت هتقدم بيها، وليه برضو يا جماعة تعتبر من أسهل التأشيرات الشنجن واللي هتوصلك فعلا لأوروبا في أقل من شهر. يعني الرد هيكون عندك زي ما قلنا خلال 15 يوم من وقت التقديم، وده طبعا من الموقع الرسمي لتأشيرات الشنجن الأوروبية. طب ليه تعتبر من أسهل التأشيرات؟ أولا ملف تأشيرة شنجن أسبانيا سهل، ودولة أسبانيا يا جماعة اقتصادها بيعتمد أساسا على السياحة، فدايما بيعتبروا السايح هو المصدر الرئيسي أو الدخل الرئيسي لدخل البلد، فبيكون الرد عندك في أقرب مدة لو أنت مقدم طبعا على التأشيرة السياحية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، بجانب إنها من أسهل التأشيرات عشان هي طلباتها مش كتير وأي حد بيستوفي الشروط بتاعها. فأنت لو رايح 10 أيام وفي حسابك البنكي مبلغ يكفي مصاريف ال10 أيام وحجز الفندق وتذاكر الطيران، انت كده خلاص جهزت الملف وورقك كده تمام. تعالوا اعرفكم اكتر عن ملف التأشيرة ديت، بس لازم برضو نعرف انها بتديك حق الاقامة يا جماعة في قلب اسبانيا لمدة 90 يوم، يعني انت بيتحسب لك ال90 يوم من لحظة دخولك اسبانيا، وسيبك بقى من مدة الاجازة اللي انت مقدمها طبعا في الملف بس عشان تاخد التأشيرة. احنا بنقدم مدة بسيطة عشان ناخد التأشيرة يا جماعة، واول ما تاخد التأشيرة وتدخل اسبانيا بيتحسب لك قانوني او من حقك قانونيا ان انت تقعد في قلب البلد لمدة 90 يوم، وبتقدر تقدم بيها يا جماعة لجوء او تدور على شغل او تكمل دراسة. يعني ممكن تعمل اقامة عمل لو لقيت شغل، وتقدر برضو تقدم بيها لجوء عادي، ولو حابب تاخد اقامة دراسة برضو بتروح اي جامعة او معهد وتدفع مصاريف التخصص اللي انت حابب تدرس فيه، وبتاخد اقامة الدراسة عادي بالمدة اللي انت طبعا هتدرسها في قلب البلد. تمن التأشيرة دي ما بيختلفش عن التأشيرات الشنجن التاني وبيكون 80 يورو. طب انت عايز تقدم بنفسك وتوفر فلوس وما تعرفش خطوات التقديم، على اعرفك ايه هي خطوات التقديم على التأشيرة ديت عشان لو انت اللي هتقدم طبعا بنفسك على التأشيرة وتجهز الملف بتاعها. اول خطوة انت طبعا بتحجز ميعاد في المكاتب اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الخاصة باصدار التأشيرات اللي هو VFS Global او TLS Contact، وطبعا حسب المكتب اللي هيبقى موجود في قلب البلد حسب البلد اللي انت فيه. بتملى طبعا طلب التأشيرة الشنجن خاص بأسبانيا ونموذج شنجن أسبانيا، وبتجهز الأوراق اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، وبتترجم الأوراق ديت للغة الأسبانية أو اللغة الإنجليزية، وتروح طبعا في الميعاد اللي انت حاجزه أو اللي انت محدده في المكتب ده وتدفع ثمن التأشيرة وتسلم الملف وتستنى الرد بعد أسبوعين. هي ديت الخطوات التقديم على التأشيرة في 2024. حد هنا بقى يسألني يعني أنا ماليش دعوة السفارة؟ هقول لك ولا حتى هتقرب منها. المكتب هو طبعا الوسيط بينك وما بين السفارة، مش هطلب منك مقابلة. بيجي لك زي ما قلنا الرد على جواز سفرك عن طريق البريد، لو تم الموافقة طبعا على التأشيرة بيجي لك مطبوعة على صفحة في جواز السفر بتاعك. على فكرة مكاتب التأشيرات ديت برضو يا جماعة بتاخد عمولة، يعني في حدود 600 ل 700 جنيه مصري، عشان تبقوا واخدين بالكم من النقطة دي. كده عرفنا الخطوات بتاع التأشيرة من أول ما تحجز وتقدم لحد ما تستلم طبعا ويجي لك الرد بتاع التأشيرة. تعالوا بقى يا جماعة نعرف الأوراق اللي انت هتجهزها عشان تقدم على التأشيرة ديت، وكل ورقة هنذكرها هنا هتكون مهمة. أول ورقة يا جماعة لو انت اللي هتجهز الملف بتاع التأشيرة ديت بنفسك، لازم تعرف ان كل ورقة ليها أهمية في الملف ده. أول ورقة اللي هي نموذج طبعا طلب التأشيرة اللي احنا اتكلمنا عنه، هو خاص بتأشيرة شنجن أسبانيا، ودي بتحمله عادي من على النت أو تجيبه من موقع السفارة. تاني ورقة يا جماعة اللي هي جواز سفر ساري، ولازم أن يكون فيه على الأقل 6 شهور. برضه طلب منك صور حديثة، الصور ديت يا جماعة تكون مقاساتها بنفس الصورة اللي في قلب جواز السفر بتاعك.
تالت حاجة برضه أو رابع حاجة يطلب منك تأمين صحي، والتأمين الصحي هنا يا جماعة معروف باسم 30,000 يورو. وعشان محدش طبعا يقلق، مش شرط يكون معك 30,000 يورو، لأن في ناس أول ما بتسمع 30,000 يورو بتقلق من النقطة دي. ده اسم التأمين، وأنت تقدر تعمله في أي شركة تأمين في البلد اللي أنت مقيم فيها، أو تشتري من على النت عادي، وبتكلفته ما بتعداش 30 دولار. طيب بالنسبة لخطة السفر برضه من الأوراق المهمة، وكنا شرحنا فيديو كامل إزاي تعمل خطة سفر. وعشان تعمل خطة السفر الأول لازم تعرف الفندق اللي أنت هتكون نازل فيه، هيكون طبعا في أي مدينة، وإيه هي أقرب المعالم السياحية للفندق ده، زي مطاعم، أماكن أثرية، الكلام دوت. وتحدد الأماكن ديت اللي أنت ناوي طبعا تزورها خلال مدة إقامتك في أسبانيا. وأنا هسيب لكم رابط الفيديو عن إزاي تعمل طبعا خطة سفر في قلب صندوق الوصف. اللي حابب طبعا يشوف الفيديو دوت هتلاقي الرابط بتاعه في قلب صندوق الوصف، إزاي يعمل خطة سفر عشان يقدم طبعا على ملف تأشيرة أسبانيا. بالنسبة لمحل سكنك فأنت هيطلب منك حجز فندقي، وطبعا أفضل موقع تعمل من خلاله حجز فندقي هو موقع booking.com. برضه هيطلب منك تذاكر طيران ذهاب وعودة، وهنا بقى العودة بتكون بعد مدة الأجازة اللي أنت مقدمها مش مدة التأشيرة. يعني أنت مقدم مدة أجازة لمدة 7 أيام، تكون العودة بعد 7 أيام، ملناش دعوة بمدة التأشيرة. مدة التأشيرة بتتحسب أول ما تدخل البلد. ونصيحة برضه لما تيجي تقدم على أجازة لأسبانيا أو إن أنت طالع رحلة لأسبانيا، يا ريت تخلي مدة الأجازة صغيرة على قد ما تقدر، عشان برضه دي هتخدمك كتير. يعني لو كان أسبوع أفضل بكتير، وكل ده هنعرفه في الخطوات اللي جاية. من برضه الأوراق المهمة هنا يا جماعة اللي طلب منك يا ورقة الحساب البنكي، وكشف حساب البنكي هنا يا جماعة طلب لآخر 6 شهور. وكشف حسابك البنكي زي ما بنقول يا جماعة لازم يكون عليه حركة إيداع وسحب وتوفير. وطبعا شرحنا الموضوع دوت في فيديو برضه يا جماعة، سيب لكم الرابط بتاعه في قلب صندوق الوصف للي حابب يعرف ازاي تعمل كشف حساب بنكي مظبوط طبعا لمدة 6 شهور، وايه هي الخطوات. بالنسبة يا جماعة الحساب البنكي لازم نعرف ان المبلغ المفروض اللي يكون فيه خلال 6 شهور طبعا بعد مصاريفك. احنا لو قلنا يا جماعة انك رايح اسبانيا 10 ايام، والمفروض انك تصرف في اليوم مثلا 100 يورو، خلال المدة ديت 1000 يورو، يعني يكون في حسابك البنكي يكون مفروض خلال 6 شهور 1000 يورو. وده طبعا مش المبلغ ككل، لان انت لسه محتاج حجز طيران ولسه محتاج حجز فندقي. فهنلاقي طبعا ان ال1000 يورو دوت هنقول مثلا خاص بعدد الايام اللي انت هتقضيها في قلب اسبانيا، ضيف بقى عليهم فلوس حجز الفندق وحجز الطيران، يعني مبلغ 2000 يورو في قلب حسابك البنكي تكون موفرهم خلال 6 شهور. ده هيخدمك طبعا كتير لما تيجي تقدم على التأشيرة. برضو يا جماعة هتثبت لهم مصادر الفلوس ديت، يعني مثلا لو انت موظف هتقدم خطاب HR لتر من الشركة اللي انت شغال فيها والشركة ديت، وطبعا الخطاب ده يكون فيه بيانات الشركة، اسم الشركة ورقم تليفون الشركة وإيميل الشركة. طب انت طبعا مش موظف وشغال حر، او ان انت عندك مشروع صغير، فانت طبعا هتقدم بالرخصة التجارية. وطبعا زي ما احنا عارفين الرخصة التجارية ديت يا جماعة اللي هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ويا ريت يكون مر عليهم على الأقل سنة. طيب لو طلب منك ان انت تثبت لهم حسن نيتك هتعملها ازاي؟ هتثبت لهم حسن نيتك ده يا اما عن طريق تذاكر طيران ذهاب وعودة، وهتزود طبعا عليهم شوية أوراق عشان تثبت لهم ان انت فعلا مش راح تكسر التأشيرة وتدور على شغل هناك. ومن الأوراق ديت لو انت راجل متجوز هتقدم قسيمة الجواز، ولو عندك أطفال هتقدم شهادة ميلاد أطفالك. طيب انت مش متجوز ولا عندك اطفال والكلام دوت وانت راجل اعزب هتقدم ايه؟ لو انت كنت سافرت قبل كده هتقدم تأشيرات السفر القديمه، السفريات القديمه، تثبت لهم ان ديت مش اول مره ان انت تخرج بره بلدك، وان انت فعلا قبل كده خرجت ورجعت بلدك والتزمت بمده التأشيره وبمده الاجازه اللي انت مقدمها. لو انت ما سافرتش قبل كده هتقدم ايه؟ ورقه ثالثه. الورقه الثالثه اللي هي تعتبر من الاوراق المهمه ان انت تثبت لهم ان انت مقتدر. يعني ايه؟ ان انت يكون عندك املاك، ممكن تقدم عقود الاملاك ديت بتاع سيارة، شقة، أي حاجة تثبت لهم فعلا إن أنت فعلا معاك فلوس غير طبعا اللي موجودة في قلب حسابك البنكي، وإن أنت فعلا راح تقضي أجازة وهترجع لبلدك تاني. طبعا كل الأوراق بتاعة التأشيرة ديت أنت طبعا بتجهزها بنفسك لو أنت اللي هتقدم على التأشيرة. يعني لو انت اللي هتقدم بنفسك على التأشيرة تقدر تجهزها عادي، بتترجم عن الأوراق ديت للغة الإنجليزية وبتروح في الميعاد اللي انت حجزته. بقى دي خطوات التقديم بقى، وتروح في الميعاد اللي انت حجزته وتقدم الأوراق، وبيستنى الرد، وبيجي لك الرد بعد أسبوعين، ممكن يتأخر في بعض الحالات حسب الضغط طبعا على السفارة. ولو ورقك عن ناقص لا قدر الله فبيجي لك الرد متأخر شوية. طبعا لو تم الموافقة بيجي لك التأشيرة على الجواز. التأشيرة زي ما قلنا بتسمح لك ان انت تقدر تدور على شغل
شغل هناك، وتقدر تعدل وضعك لإقامة عمل. والتأشيرة بتقدر تقدم بيها لجوء، يعني من حقك من لحظة دخولك أسبانيا بأي طريقة بقى إن أنت تقدر تقدم لجوء طبعا هناك في قلب البلد. بتسمح لك برضو التأشيرة إن أنت تقدر تكمل دراسة وتاخد إقامة دراسة بالمدة طبعا اللي أنت هتاخدها من الجامعة أو الميعاد اللي هي سمحت لك بيه بعد ما تدفع المصاريف. التأشيرة ديت برضه بتسمح لك إن أنت تقدر تتنقل لأي بلد أوروبي، لأن إحنا عارفين يا جماعة إن أسبانيا دولة شنجن، فتأشيرة أسبانيا بتسمح لك طبعا إن أنت تخش 29 دولة أوروبية بطريق البحر البر أو الجو بأي طريقة شايفها مناسبة ليك. ودي طبعا كل حاجة خاصة بتأشيرة أسبانيا في 2024 من لحظة تجهيزك الملف، وإزاي إن أنت هتقدم على التأشيرة وتحجز الميعاد، وإيه هي الأوراق اللي هتطلب منك بالظبط، وإزاي تعدل وضعك برضه في قلب البلد هناك. أتمنى طبعا التوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.